في حي بسيط كيكبروا جوج ديال الجيران مع بعضياتهم من الطفوله. ولدوا بنت كيمشيو كل نهار لنفس الليسي وكيتقاسموا الضحك، الحكايات وحتى الاحلام الصغيره ديالهم. ومع الوقت هاد الصداقه البريئه كتحول لحب نقي وكبير، حب ما عارفش الحسابات ولا الفوارق. ولكن الحياه ما كتكونش ديما سهله، كيبانوا مشاكل اجتماعيه في المستوى وكلام الناس كيزيد الضغط. من هنا كيبدا السؤال الكبير: واش الحب غادي يصمد قدام هاد العراقيل ولا الواقع اقوى منهم ويفرقهم للابد؟ القصه كدوز في حي شعبي في السبعينات في النهار الاخير ديال رمضان، فين كانت جوج عائلات ساكنين حدا بعضياتهم، ولكن كل وحده عايشه بطريقتها الخاصه. في دار جواد النجار كانت الحياه بسيطه لكن عامره بالحب والحنان. جواد ومرته كانوا عايشين في مودة كبيرة، علاقة هادئة وصافية كتبان في التعامل ديالهم اليومي. ومعهم بنتهم الوحيدة آمنة اللي تربات وسط الدفء والمحبة. الأم ديالها كتصاوب الناس الحلوة التقليدية في المناسبات والأعياد، وكانت معروفة بالطيبة وسط الجيران. أما الدار اللي لاصقة عليهم فكان ساكن فيها علال الذهيبي مع مرته اللي كانت ديما حاسه براسها على الجيران وكتشوف راسها انها احسن منهم حيت راجلها لاباس عليه. كانوا عندهم جوج ولاد، فريد اللي هو الكبير وعزيزه قد امينه، وكانوا كاملين كيقراو في الليسي. كل صباح كانت امينه وعزيزه وفريد كيمشيو كاملين في طريق الليسي وسط اجواء بسيطه وبريئه ديال داك الزمان. في المشاعر كانت كتبان في العيون اكثر من الكلام، والاعجاب كيكبر بصمت بين فريد وامينه. في اخر يوم في رمضان كانت الحومه كامله عايشه اجواء الاستعداد للعيد، والفرحه عامره الزناقي والديور. وبما ان امينه كانت معروفه في الحومه بتصواب الحلوه للناس، تجمعوا عندها الجارات كاملين باش يعاونوها توجد الطلبات قبل العيد. وسط الضحك والهضره ريحه الحلوه اللي معمره الدار. وسط هاد الحركه امينه خرجت تجيب الحلوه من الفران، وهنا اتلاقى مع فريد. كان مجرد لقاء عادي، ولكن النظرات وطريقة الهضرة كانت كتكشف بلي كاين إعجاب كبير بيناتهم. إحساس بريء مخبيه الخجل، وكل واحد فيهم خايف يعبر على اللي في قلبه. الفرحة ما كملاتش بهدوء، حيت وسط التحضيرات أمينة كتسخف وكيديوها للسبيطار، وتما كيكتشفوا المفاجأة أن أمينة حاملة. في وسط هاد الاجواء الدافئه ديال ليله العيد كيطلع كل واحد منهم للسطح باش يسمع للراديو، وهناك كيتلاقاو امينه وفريد صدفه. الهضره بيناتهم كانت بريئه وخفيفه، ولكن العيون كانت كتهضر اكثر من الكلمات. نظرات خجوله، ابتسامه صغيره، احساس واضح باللي كاين شي حاجه كتربطهم من زمان. في وسط هاد اللحظات كتفكر امينه طفولتها مع فؤاد وكيفاش رد ليها اللعبه ديالها، ومن داك النهار وهي كتحس بشي حاجه من جهته. هاد الاحساس الصغير بدا من الطفوله وكيكبر معاهم بصمت. من بعد عزيزه وامينه وفريد كيمشيو للليسي، وهنا كيبان الاختلاف ما بين الشخصيات. امينه وفريد كانوا مجتهدين وعندهم طموح، ولكن عزيزه ما كانش عندها اهتمام بالقرايه، كان اكبر حلم عندها هو الزواج. مع مرور الايام كيجي خبر ان جواد يمشي للحج. الخبر كان مفرح، ولكن بقلبه كان خايف يخلي مرته هي حامله وامينه بوحدهم. وهنا كيبان مره اخرى الحب والتفاهم اللي جمع بينه وبين مرته. في واحد اللحظه بسيطه ودافئه هو جالس معاها كيعاونها في العجينه. في نفس الوقت كان فريد جالس في بيته سارح كيشوف تصويره امينه بنظرات حب واعجاب. وهنا كتدخل عزيزه وكتشوف التصويره وكتفهم ان فريد كيبغي امينه. عزيزة اللي كانت قريبة منهم بجوج قررت أنها تعاونهم، وكتبت لكل واحد منهم رسالة على أساس أنها جاية من الطرف الآخر، وكل رسالة كانت عامرة حب وإعجاب. وبسبب هاد الرسائل كيتلاقاو أمينة وفريد وهما فرحانين، وكل واحد كيتسنى يسمع الاعتراف من الآخر. ولكن الخجل سيطر عليهم، وفريد ما قدرش يعبر على المشاعر ديالو. في دار فريد كيبان جانب آخر من شخصية علال والطموحات اللي عنده لولده، وكان ديما حاس بالنقص قدام خوه اللي كمل قرايته برا ونجح في حياته بينما هو خدام ذهيبي. وهذا الإحساس خلاه يتشبت مزيان بحلمه، هو أنه يصيفط ولده لبرا ويولي مهندس.
وصل وقت سفر ديال جواد للحج، وكانت لحظة كبيرة في الحومة. قبل ما يمشي وصجرهم علال على مرتو وبنتو باش يبقى مطمن عليهم في غيابه. في هذا الأثناء فريد ما فرحاتش، وبدات كتهضر بنبرة فيها انتقاد، وكتشوف أنه الظروف ماشي مناسبة، خصوصا مع الحمل ديال مرتو وهو ما عندوش الفلوس. عزيزة حاولت تهدي الجو وقالت لها بلي خاصنا نفرحوا بهذه المناسبات بالثلاثة: الحج والولادة. وهنا الأم سولتها على المناسبة الثالثة وقالت لها زواج آمنة بفريد حيث كيبغيو بعضياتهم. هنا الأم تعصبات ورفضت الفكرة وبدات تقول أنها بغاتو يقرأ ويمشي برا ويخدم مهندس، ماشي يتزوج بنت النجار. ومن بعد مشات عند أمينة للدار وبقات كتغوت عليها وكتقول لها تعطي اتساع لولدها وأنها ماشي في نفس المستوى. وهنا أمينة تدخل وقالت لها بلي أنهم كاملين بحال الخوت، ولكن فريد بدات تتغوت وهي تمشي. ومن بعد أمينة قالت لأمها أنها ما عارفة والو، والأم نصحتها أنها تبعد على المشاكل وتركز على قرايتها باش ما يجيوهاش كلام الناس في الغياب ديال الأب ديالها. في دار جواد وقع نقاش حاد مع فريد حيت بداو كيطالبوه أنه يركز في قرايته ويبعد على أمينة. وفريد حاول يدافع عليها وقال بلي أمينة بنت مزيانة ومهذبة وبلي العائلتين بجوج عندهم علاقة قديمة، ولكن الأب ديالو قال بلي الزواج ماشي غير علاقة صداقة وبلي الاختلاف في المستوى مهم، وقال لي بلي أنه خاصو ينجح باش يمشي لفرنسا ويولي مهندس ماشي يتزوج. فريد رفض الفكرة وقال لي بلي ما غاديش يمشي وهو عارف مصلحته. وفي هذه اللحظة عزيزة مشات تعتذر لأمينة، ولكن أمينة قالت لها بلي دارت لهم مشكل كبير، وعزيزة قالت لها بلي حتى فريد تعرض لضغط كبير في الدار، ولكن وقف وجه والديه على قبلها حيث كان كيبغيها. أمينة سمعت الهضرة اللي دارت ما بين بنتها وعزيزة وقالت لها أن فريد إنسان مزيان وظريف، ولكن العائلة ديالو ما غاديش يقبلوا بهذه العلاقة، داكشي باش خاصها تركز على قرايتها ومستقبلها. عزيزة حاولت تصلح اللي وقع ووعدت فريد أنها تعاونو باش يتلاقى بأمينة. فوسط هذا التخطيط الأم ديالهم سمعتهم، وفاش تلاقاو الأمور ما مشاتش بهدوء. فريد مشات مباشرة عندهم أمينة ووراتها بنتها في الزنقة، وطرا مشكل كبير قدام الجيران. بدات كتغوت وقالت الأم أمينة تبعد بنتها على ولدها. رجع فريد لدارهم لقى والديه كيتسناوه في وسط نقاش مشحون على علاقته بأمينة وضرورة أنه يبعد عليها. فريد بقى متمسك بالرأي ديالو. مع تصاعد النقاش الأب ديالو غادي يطرشو، وهنا يصرح أنه يخرج من الدار ومن القراية. في الصباح يتلقى مع أمينة وغيحاول يهضر معها ويطلب منها أنها تقاوم معاه، ولكن هي زادت وخلاته واقف بوحده. هنا يجي خبر أن مجموعة من الحجاج تلفوا في الحج وشاكين أنه جواد ما بين دوك الناس، حيث الاتصال تقطع به وما بقاوش عارفين المصير ديالو. هنا عزيزة تبغي تمشي تشوف أمينة وتواسيها، ولكن الأم ديالها تقول لها بلي خاصها تبعد على أمينة لأن السمعة ديالها ولات خايبة وأنها جايينها الخطاب، وحيت عزيزة بغات تزوج تحبس علاقتها مع أمينة. في هذه الأجواء أمينة تزاد عليها الحال من بعد ما سمعت هذا الخبر. وهنا يجي فريد عندهم ويقول لهم بلي غادي يعاونهم وغادي يدعمهم حتى يجي جواد يرجع من الحج بخير وعلى خير، وما كانش عارف التوتر اللي ولا ما بين العائلات بجوج. في العشية تلقى مع علال في القهوة، وهنا علال يجبد معاه موضوع الزواج من أمينة وقال ليه باللي ولدو فريد خاصو يركز في قرايته وخاص يولي مهندس، وحتى إلا بغى يتزوج خاصو وحده من مستواه. وهنا جواد غادي يتعصب وقال ليه حتى أمينة غادي تقرا وغادي تخدم وغادي تزوج بشي واحد غيحترمها وغادي يحترم عائلتها. فريد قرر أنه يمشي ويخلي الدار، وهذا الشيء صدم العائلة ديالو كاملة. في وسط هذا الوضع العائلة بدات تفكر في حل باش يرجعوه، وداروا خطة أنه أمينة هي اللي تهضر معاه وتقنعوه يرجع ويركز في قرايته ويسافر لفرنسا، ومن بعد فاش يرجع يجبدوا موضوع الخطبة والزواج بشكل رسمي. وداكشي اللي وقع، فريد كيرجع للدار. واحد الليلة الأم ديال أمينة غادي يشدها الوجه وغادي تمشي للسبيطار، وكيوقع داكشي اللي ما كانش في الحسبان وكتموت بعد الولادة.
والبنت اللي كتولد غادي يسميوها ياسمين، وكتولي آمنة هي المسؤولة عليها. فريد غادي يولي يزورهم كل نهار باش يطمن عليهم، وهذا الشيء ما غاديش يعجب عائلته وغادي يكونوا صابرين حتى يمشي لفرنسا. ولكن فريد غادي يصدمهم بخبر اخر انه ما غاديش يمشي حيت غادي يتزوج بامينه باش يوقف معاها في هاد الظروف. في ديك الليله امينه مع باها قرروا انهم يرحلوا من الحي بلا ما يقولوها لحتى شي واحد، هربا من المشاكل والضغط. وقبل ما يمشيو خلات 2 رسائل قدام الدار ديال فريد، وحده ليه وحده العزيزه، كتوضح فيها انها مشات لمصلحته باش يعيش حياته ويكمل قرايته. ومن بعد اختفاو، ما بقى حتى شي واحد عارف فين مشاو. في النهايه علال ومرتو كبروا في العمر وكيهضروا مع فريد اللي باقي في فرنسا وكيقول لهم انه غادي يجي للمغرب. عائله عزيزه كبرات ولاو عندها الولاد، وولدها الكبير كان في تواصل مع واحد البنت في الانترنت سميتها ياسمين. بالصدفه كتدخل عزيزه وامنه اخت ياسمين الخط وكيهضروا في الشات وكيوقع سوء تفاهم بيناتهم، حتى كتستعمل عزيزه جملتها المشهوره، وهنا امينه كتعرفها. وفي اخر الفيلم كنشوفوا امينه وفريد كيتلاقاو في البلاصه اللي بدات منها قصتهم في الصغر. الفيلم عنده فكره قويه ومؤثره حيت كيجمع ما بين حب الطفوله والصراع ديال الطبقات والضغط ديال العائله، وهذا الشيء كيخلي المشاعر فيه قريبه من الواقع وكتلمس بزاف ديال الناس. زوين كيفاش كيبان تدرج ديال العلاقه بين امينه وفريد وكيفاش كيحاولوا يفرقوهم، ولكن كيبقى الاحساس حاضر حتى النهايه. باختصار الفكره زوينه وقويه، لكن الايقاع كان كيحتاج يكون ابطأ واعمق باش التاثير العاطفي